وبعد كده ركز في وشها أكتر، وراح شايل صبغة شعرها بالسحر، وقال إن هو ممكن يكون افتكر حاجة، وفضل باصص لها شوية. بس بعد كده راح قال لها من غير اهتمام إن هو آسف، بس هو ما افتكرش حاجة. اندهشت فيرمل منه وما بقتش فاهمة هو ازاي مش فاكر حاجة خالص كده. رد عليها بلا مبالاة إنه مفيش سبب يخليه يفتكر، وفي الحقيقة هو اللي عايز يسأل ايه السبب اللي خلاها تدور عليه بعد كل السنين اللي فاتت دي. رجعت لكم ببارت جديد بعد ما راحت فيرمل للبرج السحري علشان تقابل باباها، بس اتسرقت، وقابلت اتنين سحرة بالصدفة هما اللي مسكوا السارق. يلا بينا نكمل. قالها الساحر ليكسيون هي جات لي للبرج، ولما سكتت وما ردتش اداها الساحر ابو شعر ابيض كيس الفلوس بتاعها، وسألها اذا كانت مجنونة لانها جت البرج من غير ما يكون معاها رفيق، وهو معروف انه بيكون في محتالين كتير قوي موجودين عند البرج. ردت عليه فيرمل انها ما كانتش عارفة، بس قبل ما تكمل قال لها صحيح طفلة ما تعرفش العالم. اتعصبت فيرمل وبقت شايفاه وقح جدا، بس ما كانتش قادرة ترد لانها عارفة ان كلامه صح. واخد الساحر الحرامي وقال لليكسون ان هو يهتم بالباقي ومشي. سألها ليكسيون يساعدها ازاي. ردت عليه انها عايزة تقابل سيد البرج، وسألته لو ممكن تحجز معاه ميعاد. ولما سألها هي عايزة تقابله ليه، اترددت شوية وبعد كده قالت له انها عايزة تقابله لانها بنته. لما لقيته اتفاجئ فكرت ان هو اكيد شايفها مجنونة، بس اتفاجئت ان هو صدقها. ومش كده وبس، لا كمان قال لها ان لو كان الموضوع كده كان لازم تطلب انها تقابل ملك البرج فورا. ومشي قدامها وقال لها ان هو هيرشدها. وفعلا مشيت وراه ودخلوا البرج اللي مليان بالسحرة وتجاربهم الغريبة. وهي ماشية وراه سألته إذا كان سيد البرج متجوز، بس رد عليها إن ده مستحيل. ارتاحت فيرمل لأن ده معناه إن هو مش في علاقة مع كاثرين، بس ما بقتش فاهمة أمال إيه اللي حصل بينهم لو ما كانوش في علاقة. سألته هو اتفاجئ إنها بنت سيد البرج، بس رد عليها إن هو ما اتفاجئش، بالعكس هو مستغرب إنها جت متأخر. واستخدم السحر وانتقلوا لغرفة سيد البرج، وأول ما وصلوا بص على الخاتم اللي في إيدها، وقال لها إنها لازم تشيل الخاتم من إيدها، وعرفها إن هو عارف إنها الأميرة. شالت فيلم من الخاتم وقالت له إنها ما كانش قصدها تخفي هويتها لأن عندها نية وحشة، بس فهمها إن هو عارف إن هي ما عندهاش نية سيئة، وهو على غير بقية السحرة متابع اللي بيحصل بره البرج، وعارف اللي حصل لها كويس. وقال لها ما تخافش إن هو مش هيبلغ عنها، ونصحها إنها قبل ما تدخل إنها ما تهتمش قوي باللي هيقوله سيد البرج. وقفت فيرمل قدام الباب أوضة سيد البرج وهي مش مصدقة إنها أخيرا وصلت عنده، وإن ورا الباب ده باباها الحقيقي. دخلت مع ليكسيون وقال ليكسيون لملك البرج إن في بنت وصلت بتقول إنها بنته. رد عليه سيد البرج إن هو مستغرب إنها جت دلوقتي بعد الوقت ده كله، بس عموما هو محتاج يشوفها مرة على الأقل. بصلها وابتسم لها وقال إن اسمه لوجين، وسألها عن اسمها. أول ما شافته فيلوميل اتصدمت من نظراته وإنها مش شبهه خالص، وإن بخلاف لون العيون هما مش شبه بعض. ردت عليه إن اسمها فيلوميل، اختصر اسمها وناداها فيل، وقال لها تقعد قدامه وطلب منها إنها تديله إيدها. وفعلا اديته إيدها، بس أول ما مسكت إيده جسمها ضعف جدا وتعبت. خاف ليكسيون وقال له وهو متعصب هو بيعمل الاختبار ده ليه وهو عارف إن سحرها ضعيف جدا. بص لوجين لفيرميل وقال لها من غير اهتمام إن هي ما عندهاش قوة سحرية تحميها خالص، القوة اللي عندها ضعيفة جدا. ولما لقاها مرتبكة اتأسف لها، وقال لها إن هو بما إنها بنته كان لازم يختبر هي ساحرة ولا لأ، ولأن سحرها ضعيف عشان كده تعبت. وفضل يكلم ليكسيون على إن قوتها ضعيفة جدا. وفيرميل بص عليه ومش مستوعبة اللي بيحصل، لأنها ما كانتش متخيلة إن ده هيبقى لقائها مع باباها الحقيقي اللي كانت مستنية تروح له طول السنين اللي فاتت دي. هو مش بيتعامل معاها على إنها بنته اللي بيشوفها لأول مرة، لأ، هو بيتعامل معاها كأنها واحدة ملهاش علاقة بيه خالص. سألته هو ليه ساب مامتها وهي حامل فيها. رد عليها إن هو مش فاكر قوي إذا كان مامتها كانت حامل ساعتها ولا لأ، ده غير إنه مش فاكر أساسا مامتها. بس فيلمون ما استوعبتش كلامه، وكل اللي بتفكر فيه إزاي مش فاكر أساسا إذا كانت مامتها كانت حامل ولا لأ. قالت له إنها شبه مامتها جدا واسم مامتها كاثرين، وحاولت تخليه يفتكر مامتها. رد عليها في الأول إن هو صعب إن هو يفتكر حاجة عدى عليها سنين كتير قوي كده. وبعد كده ركز في وشها أكتر، وراح شايل صبغة شعرها بالسحر، وقال إن هو ممكن يكون افتكر حاجة، وفضل باصص لها شوية. بس بعد كده راح قال لها من غير اهتمام إن هو آسف، بس هو ما افتكرش حاجة. اندهشت فيرمل منه وما بقتش فاهمة هو ازاي مش فاكر حاجة خالص كده. رد عليها بلا مبالاة إنه مفيش سبب يخليه يفتكر، وفي الحقيقة هو اللي عايز يسأل ايه السبب اللي خلاها تدور عليه بعد كل السنين اللي فاتت دي، لأنها مستحيل بسبب قوتها السحرية الضعيفة دي تكون جاية تتعلم السحر. وراح قال لها عموما لو انت عايزة فلوس مفيش مشكلة هيديها فلوس فما تزعلش. وهو عمال يتكلم فيرمول كانت مذهولة وفي نفس الوقت متعصبة من كلامه. عيطت من إحباطها إن مش هو ده اللي هي كانت متخيلاه أبدا، وراحت قامت عشان تمشي وقالت له إنها مش محتاجة منه فلوس ولا أي حاجة تانية جاية منه، وإنه على الرغم إن هما الاتنين ليهم نفس الدم بس هو ما اختلفش حاجة خالص عن الباقي، وهي مش هتيجي عشان تقابله مرة تانية. ومشيت وسابته. وقف له جين مش فاهم هي كانت بتعيط ليه ومتضايقة من ايه بالظبط،
لوجين ده طلع في كوكب تاني خالص، حقيقي مفاجأة. المهم إن ليكسيون قال له إن هو كان لازم يقول ده بطريقة أفضل من كده، وهو إزاي ما فهمش لحد دلوقتي إنها مختلفة عنهم. وهنا بقى نعرف قصة لوجين اللي مش مهتم بأي حاجة في حياته ده. من زمان كان في طفل. الطفل ده ما كانش ليه عيلة، بس كان عنده قوة ما كانتش عند حد خالص. قوة إن هو يغير الطقس، وإنه يكون قوي كفاية إن هو يقتل تنين بإيد واحدة. واسم القوة اللي بتخليه يعمل كل ده هي إستليون. بس محدش بياخد كل حاجة. مقابل القوة دي اتحرم إن هو يتمتع بالأحاسيس، ومش بيقدر حتى إن هو يفهمها، غير بس المشاعر بتخليه يحس بالاهتمام. وفي يوم الشخص ده بدأ تجربة دفع فيها فلوس كتيرة قوي عشان يقدر يجيب مرشحات ويجري تجارب بين حمض استليون والحمض البشري علشان يكون طفل قوي جدا ياخد قوته. بس كل الأطفال اللي جابهم كان عندهم موهبة سحرية بس، وكمية صغيرة قوي من حمض الاستليون. يعني من النهاية محدش ورث قوته، فمل بطل التجارب دي، رغم ان هو عارف كويس قوي ان كده محدش هيفهمه وهيرجع تاني وحيد بسبب قوته دي. المهم بقى نرجع تاني لفيلوميل اللي مشيت وهي متعصبة من نفسها انها توقعت منه حاجة، وقررت انها هتروح للحدود وتخرج برا البلد. بس قبل ما تخرج من البرج جري وراها ليكسيون عشان عايز يكلمها. قال لها ان هو ما كانش عارف ان مامتها ما قالت لهاش عن المشاكل المرتبطة بولادتها. ردت عليه وهي متعصبة ان الحاجة الوحيدة اللي تعرفها ان باباها الحقيقي هو أسوأ شخص في العالم. ضحك وقال لها ده حقيقي. اعتذرت له فيلم اللي انها اتنرفزت عليه، على الرغم ان هو ملوش دعوة باللي حصل يعني، بس قال لها ان هو ليه دعوة. وهنا تاخد فيلم للمفاجأة ان هو اخوها، ومش هو بس، لا ليها كمان اخين غيره. وقفت فيرمل وهي محرجة وبتفكر هي ازاي ممكن تسميهم عيلة، وحكى لها قصة ولادتهم، وان هو واخواته التانيين عاشوا في البرج بعد ما اتولدوا على طول. بس مامتها هي اللي رفضت تسيبها في البرج، وانها مختلفة قوي عنهم هما التلاتة ما تربوش معاه كأب، ولا عمرهم شافوه كأب، وهو بالنسبة ليهم معلم أكتر. عشان كده روجين كان مستغرب قوي إنها اتعصبت كده. قالت فيلم لنفسها إن ده معناه إنها شخص فاشل حتى بالنسبة لروجين. يعني في النهاية هي طفل اتولد من غير حب ومن غير قوة سحرية كمان، وبرضه مش هتقدر إنها تعيش خلاص في البرج السحري. يعني مهما راحت ملهاش مكان. خرجت فيلم من البرج. قال لها ليكسيون إنها لو محتاجة مساعدة تقول له على طول. استغربت وقالت له إن هو مش معقولة يعني قلقان عليها لأنها أخته. ضحك وقال لها إن هو مهتم بيها أكتر من كونها أخته. هو عايز يعرف هي ليه مختلفة عنهم مع إنهم كلهم اتولدوا من نفس التجربة. وقال لها إنها لو وافقت إنها تبقى المساعدة بتاعته وبالمرة يدرس حالتها هيديها مرتب كبير جدا، وهيعلمها ازاي تشتغل في البرج، وكمان تعيش معاهم في البرج، وكده تقدر إنها تخفي هويتها ومحدش يقدر يوصلها حتى الإمبراطور. قالت له فيلم إنها هتفكر ومشيت. وبعد ما مشيت رجع أليكسيون لروجين تاني. سأله لوجين هو ليه مراحش معاها، المفروض يعني إن هو يفضل معاها بما إنها أخته، لأن ده دور الأخ الأكبر. ضحك ليكسيون وسأله أنت قلقان عليها؟ بس أنكر لوجين، وقال إن كل اللي هتعمله فيرمل إنها تكرهه شوية وتهرب، وبعد كده هترجع له تاني. بصيله ليكسيون وهو بيفكر إن شخصيته طفولية جدا، بس قرر ليكسيون إن هو يلعب على عواطفه، وقال له إنه يا عيني فيرمل ملهاش مكان تروحه، وإزاي ممكن طفلة زيها لسه موصلتش لسن الرشد تعيش في العالم القاسي ده. وقال له إن لولا أخوهم جيرميا اللي أخيرا عرفنا اسمه ده، لولا كانت هتسرق كل فلوسها. عمل لوجين نفسه مش مهتم، بس في الحقيقة كان مركز قوي في كلام ليكسيون. بس ليكسيون عارف إن هو مهتم بيها جدا، وإنه على حاله ده مشتت بقاله أسبوع، يعني من ساعة ما فيرمل هربت. يعني هو في الحقيقة مهتم بيها جدا. رجعت فيرمل للنظر اللي هي كانت عايشة فيه، وفضلت تفكر في اقتراح ليكسيون لأنه أأمن حل ليها دلوقتي. بس فضلت مترددة لأنها مش عايزة تعيش مع روجين، بس في نفس الوقت لو راحت للحدود فغالبا هيكتشفوا إنها الأميرة المزيفة وهي متنكرة، وكده هيتقبض عليها. وفي نفس الوقت الخاتم بتاعها لمعانه قل، يعني السحر اللي فيه هينتهي قريب، ولازم تلاقي بديل ليه بأسرع وقت. واتنهدت ومكانتش فاهمة هو ليه الملك لحد دلوقتي بيدور عليها. المفروض إنه زي الكتاب عايش بسعادة مع بنته الحقيقية، في حين إنها لا باباها الحقيقي ولا المزيف حابينها. وقررت إنها تطرد الأفكار دي وتروح المتجر السحري عشان تلاقي بديل للخاتم. وفعلا راحت وسألت عن أداة سحرية تخفي مظهر الوش. بس وهي بتتكلم مع موظفة المحل كان في واحدة من عيلة نبيلة في نفس المتجر، ولفت نظرها الخاتم اللي في إيد فيلوميل. جريت عليه وقالت لها إنها حرامية سرقة الخاتم. حاولت فيلوميل إنها تشرح لها إنه بتاعها، بس النبيلة مسكتها وساعدوها الخدم بتوعها وشالوا الخاتم من إيد فيلوميل. فاختفت طبعا قوة التشويه وظهرت فيلوميل. أول ما شافتها النبيلة طلبت بسرعة إن هما يجيبوا الأمن، وفيلمت بتقول لها إن هي مش الأميرة وإنها غلطانة. ساعتها قربت النبيلة منها وضربتها على وشها جامد، وقالت لها أنت لسه بتسمي نفسك أميرة؟ ولولا إن الإمبراطور بيدور عليكي كنت قتلتك دلوقتي. وفعلا سلمت فيلمل للأمن وأخدت منها الخاتم وركبت النبيلة عربيتها وهي مبسوطة جدا، لأنها كده ساعدت العيلة المالكة إن هم يقبضوا على الأميرة المزيفة ويلاقوا كمان الخاتم بتاعهم.
ومش كده وبس، ممكن كمان تعرف بسبب ده تتقرب من الأميرة الحقيقية. في نفس الوقت ده كان نزار والفريق بتاعه بيلفوا المدن، وبالصدفة كانوا قريبين من المدينة دي، بس الضباط بتوعه كانوا بيشتكوا إن هما مش عارفين ياخدوا استراحة، وإن هو كمان ظهر عليه جدا علامات التعب. بس وهو بيتكلم مع الضباط بتوعه عدت من جنبهم عربة النبيلة، شافت من العربة نزار، فوقفت العربية بسرعة ونزلت طبعا معجبة بجماله، وبتفكر إنها عايزة تقرب منه، بالذات إن خطوبته مع فيلم اتلغت باعتبارها طبعا بقت الأميرة المزيفة. بس لما حاولت تكلمه وهو ما كانش مهتم، قالت له إنها لقت الأميرة المزيفة. اندهش ونزل بسرعة من على حصانه وسألها بعصبية هي فين. فرحت إن هو بقى مهتم بكلامها، وقالت له إنها سلمتها للأمن. سابها وركب حصانه وجري على الأمن بسرعة، وهي واقفة مذهولة في نص الشارع. المهم بقى نرجع لفيلم اللي في الاسم محبوسة في زنزانة، وإيدها متقيدة زي المجرمين، وتفكر إن دي أول مرة تتضرب فيها. وهي بتفكر جه الحراس قدام الزنزانة بيتكلموا عن إنها مزيفة، وإن دمها فاسد. ومش هما بس، حتى المساجين في السجون اللي جنبها عمالين يتريقوا عليها ويضايقوها، وهي مش فاهمة هو ليه بيحصل معاها كده، رغم إنها ما عملتش أي حاجة شريرة. وراحت قالت للحارس إنها مش الأميرة، هي بس شبهها. طبعا الحراس مصدقوهاش، فقالت لهم إن عندها حد يثبت هويتها، أخوها ساحر كبير في البرج اسمه ليكسيون. أول ما سمعوا اسمه ليكسيون اترددوا، لأن هو ساحر القسم الرئيسي في البرج. لما لقيتهم اترددوا بسبب ليكسيون، قالت إن أخوها بيهتم بيها جدا، ولو عرف إنها اتحبست هيقلق قوي عليها. خافوا الحراس لأن هما مش عايزين يعملوا مشاكل مع البرج، بس في نفس الوقت مش قادرين يصدقوها. قالوا لها إن هما هيسألوا البرج، ولو طلعت بتكذب هيخلوها تدفع التمن. وعلقت فيلم لأملها إن ليكسيون ينقذها، بس قاطعهم رئيس الأمن، وقال لهم إن هما مش محتاجين يتصلوا بليكسيون ولا حاجة، لأن في حد هنا يعرفها، وهو اللي هيأكد لنا هويتها. خافت فيرمل واترعبت إن محدش عارف إنها موجودة في المكان ده المفروض. حضنت نفسها وهي مغمضة عينها، وحست إن أمرها كده خلاص انتهى. بس وقف قدامها حد بيناديها الأميرة فيرمل. بصت لقت نزار واقف قدامها. في نفس الوقت ده كان ليكسيون نام في أوضته عادي جدا بأمان. صحي على إن روجين باباه بيصحيه، وواقف قدامه في الضلمة، وبيقول له أنت عارف هي عايشة فين؟ رد عليه قصدك فيل؟ قالت إنها هتفضل في المدينة لفترة. قال له لوجين إن هو يتصل بيها دلوقتي حالا، لأن هو عايزها تيجي للبرج. بص له ليكسيون مذهول وقال إن هو أكيد مش هيتصل بيها دلوقتي لأن الوقت متأخر جدا وهي أكيد نايمة. بس فضل لوجين مصر، فحاول ليكسيون يقنعه إن هو لو كلمها دلوقتي هترفض تيجي أكيد، بالذات بعد طريقته معاه في الكلام، فأحسن إن هو يكلمها الصبح. وافق لوجين واقتنع، بس برضه ما خرجش من الأوضة. قال له ليكسيون أنت مش هتمشي؟ بس رد عليه لوجين إن هو هيستنى الصبح يجي عشان يبعت لها. زعق له ليكسيون وقال له إن هو يخرج، واستخدم السحر ورمى عليه الكتب. فخرج لوجين اللي عامل زي الطفل ده اللي الواحد مش فاهم مين الأب فيهم ومين الابن. وبص ليكسيون على الباب وهو فرحان إن في عضو جديد هينضم أخيرا للأسرة. نرجع تاني بقى لنظاره فيرميل. أول ما شافته فيرميل فكرت إن ده آخر شخص عايزاه يشوفها في الحالة دي. قال لها نزار إن هو كان قلقان قوي عليها، وسألها هي إيه اللي جابها هنا. وقبل ما الحراس يتكلموا مسك السيف وقطع قضبان الحديد وكسر القيود اللي كانت في إيدها، ومدلها إيده عشان يقومها، وطلب منها إنها ترجع معاه للقصر. اندهشت فيرميل من تصرفه وتعبيراته اللي بتبين إن هو قلقان قوي عليها حقيقي، واداها النظار معطفه. والحراس باصين عليهم بيسألوا بعض إن مش المفروض دي الأميرة المزيفة المذنبة، مش فاهمين هو بيعملها كده ليه. قال لهم رئيس الحرس إن هو لما يجي يفكر تاني في الموضوع، الإمبراطور طلب منهم بس إن هم يدوروا على الأميرة بأي تمن، ما طلبش إن هم يدوروا على مجرم. خاف الحراس وبصلهم فيرميل ونزار بحدة. قال لهم نزار إن هو بعد ما يطمن على الأميرة هيرجع لهم تاني عشان يشرحوا له إيه اللي حصل بالظبط، وإن هما ما يفكروش يهربوا لأن هو سايب حراسة بره عشان لما يرجع يحقق معاهم. وقفت فيرميل وقالت له إن هو يستنى، وحطت إيدها قدامهم وقالت لهم انتوا اتأكدتوا دلوقتي إن أنا بكدب، مش المفروض هتخلوني أدفع التمن؟ خافوا الحراس واعتذروا على اللي هم عملوه. بصت لهم بحدة وقالت لهم إنكم تعاقبوا السجناء قبل تنفيذ الحكم ده جريمة، إزاي شايفين نفسكم حراس؟ وراحت مشيت وسابتهم. بص لهم نظار بحدة وقال لهم إن هو هيحاسبهم على اللي حصل لأن هو مش رايحين زيها كده. ومشي وراه وركبوا مع بعض العربة عشان يروحوا أقرب نزل. وهما في العربة لمس خدها وقال لها إن هو أحمر جدا، وسألها إيه اللي حصل بالظبط، بس كدبت عليه وقالت له إنها وقعت. اتنهد نزار واداها مرهم عشان تعالج خدها، وطلب منها إن هو اللي يحطه لها، بس هي رفضت وحطت هي الدواء بنفسها. فضلت تفكر إنها لازم تخرج من الورطة دي بأي طريقة. قامت فيرمل وقربت منه جدا وطلبت منه إن هو يعمل نفسه مشافهاش النهاردة. اتردد نزار ما فهمش هي ليه بتقول كده، بس لما لقى وشها قريب قوي من وشه احمر، وقال لها إنها قريبة قوي وحاول يبعدها. بس فجأة العربة اهتزت وفيرمل كانت هتقع، مسكها نزار جامد وحضنها وسألها إذا كانت كويسة ولا لأ. فضلت فيرمل حضناه وقالت له إن هو يركز معاها ويسمعها. قالت له إنها لو رجعت دلوقتي هتموت، وبصت له وهي ماسكة هدومه وكملت أنت مش عايزني أموت صح؟ أتمنى يكون الملخص عجبكم. عايزاكم بقى من دلوقتي تفكروا معايا في المانهوا اللي هتبقى بعد دي.
عايزين منهوة تانية من فيديو الترشيحات ولا عايزين نعمل لكم فيديو ترشيحات تاني؟ قولوا لي ايه رأيكم. استنوني في البارت الجاي، مش هتأخر عليكم. باي.